اليوم الثاني. الولادة المعجزية. كنكتب ليك عزيزي توفيلوس هاد الامور على حساب الترتيب ديالها الصحيح كما طرات بيناتنا، باش تعرف باللي الكلام اللي تعلمتيه راه صحيح. وفي زمان أغسطس كبير الملوك اللي حكم على دولة روما، وملي كان هيرودس الكبير ملك على بلاد اليهودية، صفة الله الملاك جبريل لمدينة في بلاد الجليل سميتها الناصرة، اللي عند واحد العذراء سميتها مريم. ما تخافيش يا مريم، راكي مرضية عند الله، وغادية تحملي وتولدي ولد وتسميه يسوع. كيفاش هاد الشي وانا باقا عزبة؟ روح الله اللي هو الروح القدس ينزل عليك، وهكا القدوس اللي غادية تولديه يتسمى ابن الله العلي، وتكون مملكته دايما. ومشات مريم عند قريبتها اليصابات في الجبل، اللي حتى هي حملت بمعجزة. اليصابات، مريم عزيزتي مريم، مبارك انتي بين العيالات، ومبارك بنادم اللي في كرشك، حيت من اللي سمعت سلامك بنادم اللي في كرشي تحرك بالفرحة، نفسي تعظم الله وتحمده وتفرح روحي بالله اللي نجاني، ومن اليوم كل الجيال غاديين يباركوني. يا أهل مدينة الناصرة، لازم تعرفوا باللي أغسطس كبير الملوك أعطى أمره باش كل سكان بلاد اليهودية والجليل يتسجلوا في الإحصاء. خاص كل واحد منكم يمشي يتسجل في المدينة اللي تزاد فيها. وسافرت مريم مع خطيبها يوسف اللي بيت لحم في اليهودية يتقيدوا، ومن اللي وصلوا ما لقوش بلاصة في الفندق فين يقدروا يباتوا، فمشاو لواحد الكوري يباتوا فيه الليلة. وكانت في البادية تماك سراحة كيعسوا على الغنم ديالهم في الليل، وعلى غفلة بان لهم ملاك من عند الرب وضوى بالنور ديالو عليهم. اليوم تولد لكم في مدينة داود منجي هو المسيح الرب. ومشاو السراحة دغيا باش يشوفوا الولد اللي ناعس في بلاصة العلف، وكانوا هم الأولين اللي يضيعوا أخبار الفرحة على المنجي اللي ولدته العذراء. كيفاش تكون مريم مثال باش نتبعوه؟ كيفاش تجاوبوا الرعاة اللي هم السراح؟ كيفاش نتجاوب أنا ملي نسمع كلمة الله؟